السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنتكلم على بانيو الدوش، وشنو مواصفاته وشنو المميزات وشنو العيوب اللي تكون في بانيو الدوش. طبعا هذا فيديو واحد من الفيديوهات اللي بنديروهم بنبينوا فيهم مواصفات المنتجات اللي احنا نبيعوا فيها، وكيف الناس يعني تعرف شو تشتري وننشر الوعي في الحاجات هذه. طبعا بانيو الدوش تركز على ثلاث حاجات: البانيو نفسه، جسم البانيو، والقاعدة والرجلين. البانيو نفسه في منه طبعا الجسم نفسه في منه اكريليك وفي منه فايبر. الاكريليك ديما افضل من الفايبر بهلبة، وحتى الاكريليك في منه انواع وفي منه تكنس، يعني في كل واحد وسمكه. يعني مثلا البانيو التركي هذا يعتبر من الحاجات الكويسه التركيه في السوق، السمكه لا يتجاوز 3 مللي. البانيو الطيب هذا احنا الوكيل نتاعه اقوى بانيو في ليبيا يعتبر، احنا الوكيل نتاعه طبعا. هذا البانيو سمكه 5.724، هذا السمك نتاعه يعني قريب الدبل. طبعا البانيو يتحمل 450 كيلو. الاكريليك نفسه، هذا الاكريليك نفسه فيه ضمان 10 سنوات لون. القاعده نفسها قاعده حديد مجلفن على الساخن، نازل القاعده كلها في حوض فيه ماده الجلفن على الساخن، مفتوح فيه فتحات باش تخش ماده الجلفن داخل وبرا، فيها ضمان 30 سنه صدى. قاعده البانيو التركي عباره عن حرف اتش الومنيوم، ومثبت باربع مسامير طوال، فيه مثبتات بالبلاستيك. الرجل نتاع التركي بلاستيك ضعيفه تسع ما تتكسر. الرجل الطيب تفلون مقاومه للضغط، تفلون طبعا من اقوى المواد مقاومه للضغط. اضعف نقطه في البانيو اللي هي نقطه الصرف، لان هي اضعف نقطه كسمك يعني، فديما تتشقق وتنزل منها الميه. يجوك البلاس يقول لك كل ما ندوش تنزل الميه، تطلع الميه من تحت البانيو. فهذه حاجه من الحاجات اللي هي اللي تركز عليها هنا. سمك بانيو طيب، سمك غليظ هلبة، ومستحيل انه يتشقق بالمنطقه هي. طبعا البانيو الطيب وزنه يعتبر 3 اضعاف وزن البانيو هذا، 3 اضعاف. وطبعا السمك هنا ممكن الكاميرا توضح لكم فرق السمك الاكريليك نفسها، يوضح لك فرق السمك الاكريليك نفسه فرق كبير. وهذه بعض المميزات، في مميزات ثانيه، هذه بعض المميزات. طبعا في هنا حتى في البانيو نفسه هنا عندك مانع انزلاق، هنا مش موجود مانع انزلاق، غير طبعا التشطيب غير كلام ثاني. والبانيو نفسه هنا التركي يجي بانيو مقضوض يتركب تركيب، البانيو هذا يجي راكب زي ما هو ما ينقضش، حكم انه هو كلها شاسيه حديد فما ينقضش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.